السلام عليكم، الله يسعد جميع أوقاتكم. كلم باسمه، يا هلا ومسهلا. في رسالة مهمة برسلها لجميع الموظفين القطاع الحكومي أو الشركات، لكن تحديدا الشركات، الشباب المسلمين. مو رسالة بس للسعوديين، لكن السعوديين تقوم عليهم الحجة أكثر، لأنهم في بلد التوحيد وبلد العقيدة ومهبط الوحي والحرمين الشريفين، فالحجة قائمة عليكم بشكل كبير جدا طبعا، ولا يستثنون أخواننا المسلمين الآخرين. لكن رسالتي موجهة للجميع، وتحديدا للسعوديين الرجال الذين يعملون في الشركات بشكل كامل. تعطيكم والرسالة بتصل بكل سهولة. انظروا، هذا مسجد يبعد من هنا تقريبا 70 متر أو أقل، جامع كبير. لاحظوا يا أخوان، هذه الشركة فيها أكثر من 400 موظف، المبنى اللي بعدها فيها أكثر من 400 موظف، اللي بعده فيه حوالي 300، اللي بعده فيه 1200 تقريبا، اللي بعد اتركهم. هذه سكنية هنا، هذه فيها أكثر من 450 موظف، هنا أكثر من 300 وشوية، المبنى الثاني نفس الفكرة. متخيلين يا جماعة؟ المفترض الظهر ما حد يلقى مكان بالجامع هذا إذا أذن الظهر. وللمعلومية لجميع اللي هناك، أنا مكتبي ورا المباني هذه، وراها أسمع الأذان بوضوح واضح. المفترض هذا يكون كأنك يوم الجمعة الظهر وقت الدوامات، من الأحد إلى يوم الخميس، والعصر كذلك. ما لكم عذر، ما لكم عذر أنك تصلي بالمكتب أو تصلي بالمصلى حق المكتب. ترى ما يجوز وانت تسمع الأذان، ما يجوز لك تصلي بمصلى العمل دامك تسمع الأذان. مو معقولة يا شباب نجي هنا ما في إلا 2 7 10 15 20 من جماعة المسجد. مو معقولة الكلام هذا. تبون أنفسكم. أنت ما عندك أصلا بهالحياة إلا الصلاة، ما عندك إلا هالصلاة. شباب السعوديين تحديدا، استحوا على دمكم. مو مو طبيعي اللي قاعد يصير هذا. وترى للمعلومية، أنا ما أتكلم عن بعض المنطقة هذه، نفس الفكرة بالمناطق الثانية والأحياء الثانية وبالشركات والأماكن اللي حولها. الجوامع ما فيها أحد، والمفترض أنها تكون فل، المفترض أنه ما في مكان، لأن العدد مهول اللي حول المسجد. وش عندك تصلي عند مكتب كرسيك ليه الأخت أنثى؟ ها؟ إيش كلام؟ خلاص جيب جلالك أجل وجيب شرشف الصلاة إيش كلام؟ عيب. أنا أقول لكم من باب العيب، الحرام منتهين منه، إنه حرام وما يجوز لك شرعا إنك تسمع الأذان وتصلي من مكتبك. إيش كلام؟ عيب. استحوا حيا يا بعيد. طبعا أكيد إنه خافوا من الله عز وجل، ما خلقتم إلا لأجل هالصلاة. إذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك. جالس تصلي بين الكراسي وتصلي عند المكناسة وعند المكنسة ولا شكل أعمى. اتقوا الله بأنفسكم يا شباب، ترى ما راح ينفعكم والله. ما فيه لا بركة، لا براتب تستلموا، لا بركة بعمل إن تخلصوا، ولا بركة صلاة والمسجد بجنبك تصلي عند. عيب. اتقوا الله بأنفسكم، خافوا الله عز وجل. ترى صلاتك ما هي مقبولة وانت تسمع الأذان تصلي مقر عملك. يجيني أحد يقول أنت قاعد تفتي ولا قاعد، هذا كلام العلماء الجهابذة من أهل العلم الراسخون من أهل العلم. أنت اللي شوف الفتوى منين جايبها، أو أنك جايبها وأنت ما أنت فاهمها. اللهم بلغت اللهم فاشهد.